السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة صحية ممتازة هتعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة عيش الكايزر والفينو بطريقة حلوة جدا وصحية وبمكون مش هتتخيلوه أبدا أبدا. العيش ده صحي جدا وهينفع لأولادنا في اللانش بوكس، وهينفع للناس اللي عاملة الكيتو دايت، وهينفع للناس اللي عاملة اللو كارب دايت. حلو جدا وشايفين حلو قوي، يعني وصفة حلوة جدا. يا ريت بقى تحطي اللايك وما تنسيهوش، وهقولك على طريقته وهيعجبك جدا، واتمنى انك تكملي معايا الفيديو للاخر. ويلا بينا نشوف بسرعة الطريقة والمقادير. اول حاجة واول مكون مهم معايا الجبنة القريش. احنا هنستعمل 300 جرام بس من الجبنة القريش، و3 بيضات، ونص كوباية من قشور السيليوم. قشور السيليوم هتلاقيها عند اي عطار، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وهحط معاها كيس من السكر الدايت، سويتال بقى، سويت اند سليم، ستيفيا، اي حاجة، اي سكر دايت بتستعمليه. وهنحط شوية مية عاديين، يعني مش سخنين عشان ما يموتش معاكي الخميرة. هنقلبها كويس قوي وندوب السكر مع الخميرة حلوة قوي زي ما انت شايفة، زي ما هنكون هنعمل اي عجينة يعني. فهوريكي دلوقتي الاختراع التحفة ده. انا هحط 300 جرام وهعمله بابسط طريقة، يعني لا هشغل عجان ولا هشغل مضرب كهربائي، كله بالمضرب السلك. هحط مع الجبنة 3 بيضات زي ما انت شايفة كده. وانا طبعا انا كنت حطيت على البيض معلقة خل كبيرة اهي. هنحط معلقة الخل دي عشان اي حاجة مش ظريفة في البيض، زفارة بتاع اي حاجة. وهحط معلقة كبيرة زيت زيتون زي ما انت شايفة كده. مكونات بسيطة جدا، هخلطها كلها مع بعض زي ما انت شايفة كده. همزج البيض مع الجبنة. بصي مضرب سلك عادي جدا، هضرب بيه البيض مع الجبنة. وصفة سهلة وبسيطة، ولو عملتيها ممكن تحطيها لولادك زي ما بقولك، صحية جدا، مش بس الناس اللي عاملة دايت، لا هو بينفع على اي حد مريض سكر. طبعا مريض السكر شفاهم الله وعافاهم، بيبقوا محتاجين برضو نظام غذائي. انا هنا هحط الخميرة اهي على المكونات اللي انا اضفتها. الخميرة طبعا زادت شوية فانا بزودها، وكله يعني سريع جدا سريع جدا، مش محتاج حتى اي حاجة تخمير ولا اي حاجة. انا هحط هنا معلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة. انا بوريكي نوع البيكنج باودر اللي هو فوستر. هقلب كله كده زي ما انت شايفة. وهنا بقى نص كوباية من قشور السيليوم، نص كوباية بس، مش هحتاج اكتر من كده. انا عارفة ان في ناس هتقول ان هي غالية، بس انت هتشتري 50 جرام او 20 جرام ومش هتستعمليهم كلهم يعني. زي ما انت شايفة كده. هتقلبيهم وتدمجيهم كده على طول. انت هاتي 50 جرام وهتستعملي منهم مش كلهم، يعني هيتبقى منك شوية حلوين. بصي بقى قشور السيليوم بتشرب اي سوائل في الجبنة، في الاضافات، في البيض، بصي بتبقى عجينة يعني. فانا هاخدها كده وهشكلها. في ناس ممكن تعملها زي عيش التورتيلا، بس بصراحة انا حبيتها كده عشان تنفع في الفطار يعني. وهعمل برضو انواع عيش حلوة جدا وصحية، تابعيني ان شاء الله، هنزلها على القناة. هتنفع قوي الناس اللي عاملة كيتو، وهتنفع جدا الناس اللي عندها السكر واي نظام دايت. هينفع معاها اللو كارب كمان، عشان بيبقى مش عايزين اي حاجة فيها نشويات. فهنعمل بقى عيش كتير قوي باصناف مختلفة. شايفة زي ما انا بوريكي كده. انا بشكله، انت بقى بتاخدي العجينة وبتشكليها زي ما انت عايزة، كبيرة صغيرة. يعني انت كان ممكن تعمليها مثلا 4 أو 5 رغيفة كبار. انا عشان ابني لسه صغير مش بحط له يعني سندوتشات كتيرة في اللانش بوكس، فبعملها كده. وهعمل كايزر برضو.
ولو زوجك برضو او اي حد عندك مريض سكر، اي حد بيعمل دايت، العيش ده حلو جدا وبيتحط في الفريزر على فكرة، وممكن تطلعيه تحطيه في الاير فراير او في الميكرويف. زي اي عيش فينو عندك في الفريزر هتطلعيه وتسخنيه او تسيبيه حتى على الرخامة 5 دقايق بس، هتبص تلاقيه فك وبقى حلو قوي معاكي. انا بس دهنه الصينيه هنا دهنه زبده خفيفه، ممكن تستغني عنها، بس انا حبيت اضيف الاضافه دي عشان تدي ريحه وطعم حلو للعيش. زي ما بوريكي كده او طلع معايا كده زي ما انت شايفه، 4 صغيرين و3 كبار شويه و2 كايزر. بصي هو اخد معايا في الفرن مفيش حوالي 25 دقيقه على درجه حراره 180. بتسيبيه في الفرن بعد ما تطفي الفرن، بتسيبيه في الفرن عشان يطلع اي رطوبه جوه العيش، ميبقاش من جوه مرطب معاكي. بصي لبابه وعيش عيش يعني، وجميل جدا 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 في الساندوتشات مع الجبن مع اللانشون. وهعمل لك كمان اللانشون البيتي عشان تبقى معاكي وصفات صحيه كتير تحطيها لولادك. بصي قطعه الجبنه، واحط معاها كمان كام شريحة من الخيار، هتبقى حلوة جدا الاكلة دي ومغذية ومفيدة لولادك وهيستفيدوا منها جدا. وافتكريني بالدعاء لو عملت الوصفة وعجبتك، جميلة جدا جدا زي ما انت شايفة كده. العيش طالع تحفة. ممكن بقى تحطي فيه بيض مسلوق. يعني حاولوا ان انتوا تتجهوا للاتجاهات الصحية في الاكل، لان انتوا شايفين دلوقتي الامراض والاوبئة عافانا الله واياكم في الزمن اللي احنا فيه. فاحنا عايزين نقوي مناعتنا بالوصفات الصحية، سواء عيش سواء في اكلات. ندي لولادنا معاهم العيش الصحي والاكل الصحي. شايفين العيش انا بوريهولكم من جوه ازاي، يعني البابا يعني مش اي حاجة. وطبعا الخيار والفلفل والطماطم والحاجات الخضار ده مهم جدا جدا لولادنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعملوه دايما لولادكم. وبصي ممكن تكيسيه كده وتدخليه الفريزر وتحطيه وبتطلعيه وبيبقى زي اي فينو عندك زي ما انت شايفه كده. اتمنى ان انت دايما تتابعيني، والفتره الجايه زي ما بقولك هنزل وصفات صحيه كتير ووصفات كمان اقتصاديه. اتمنى ان هي تعجبكم، وشكرا على المتابعة ومع السلامة.